خسارة مؤلمة الهلال أمام نهضة بركان. هل الهلال لعب للتعادل؟ تعال نشوف. كرة مع حارس الهلال عنده 4 مدافعين والاثنين ارتكاز، عادة بينقلوا الكرة بيناتهم، لكن بركان قفل كل ممرات التمرير، خلى 6 بالنسبة للهلال في الدفاع و4 في الهجوم. هنا والد الدين بينزل يستلم، يرجعها تاني لفريد، فظهر كأنه الهلال لاعب للتعادل، ما لكن الهلال في الحقيقة ما قادر ينقل الكرة للأربعة المهاجمين. في النهاية فريد ما عنده الكرة غير يلعب طويل، والهلال ما عنده لاعب طويل في المقدمة تتلعب له الكرة دي. كانت الفكرة بالنسبة لبركان، يحسب لهم جدا. ما لعبوا على الاستحواذ ابدا، دايما بركان استحواذه 60%، لا هنا كان بس 43%. خلوا الكرة بالنسبه للحارس وبالنسبه لدفاع الهلال. هنا بنشوف كرة مع كرشوم، والدين بيقول لي عبد الرؤوف انزل معانا انزل معانا عشان تثبت. كان محتاج الهلال زياده في هنا عشان يقدر ينقل الكرة. في النهايه ما نزل، والكرة بترجع لفريد وبيلعبها طويله مره تانية. وطبعا يعني قندوس ومع محمد عبد الرحمن، قندوس هياخد الكرة، واللعبه كان فيها تسلل وتعادل. فدي كانت فكرتهم بالنسبه بركان. خلي الكرة بالنسبة للهلال في التلت بتاعه، يستلم الكرة لكن ما يقدر ينقل الكرة لمصدر الخطورة بالنسبة للهلال في المقدمة. حتى الهلال يعني كل ما يحاول ينقل الكرة، هنا عبد الرؤوف بينزل والد الدين لكن بالشمال ما بيقدر يوصلها له، وبالعكس بركان حيقطع الكرة وحيعمل 4-3 وحيعمل فرص خطيرة. هم بالعكس ما كانوا بيعرفوا يجسموا المواقف الكثيرة اللي تهيأت لهم، أنه هنا كانوا قادرين في الوسط ده إنه يقطعوا الكرة من الهلال. هنا كرة تانية بنشوف تقطع من قمر الدين وبيعملوا 3-2، لكن ما كانوا قادرين يستغلوا. لكن ده كان كله جرس انذار بالنسبه للهلال، انه دي كلها مواقف خطيره. هم بالعكس مشكلتهم الاساسيه هي تسجيل الاهداف، لكن يحسب لهم جدا. قروا الهلال بطريقه ممتازه بعد المباراه الاولى، غيروا طريقه لعبهم طول الموسم بالنسبه للهلال، انه كيف ما يخلوا الكوره تصل لكوليبالي وجان كلود، بالعكس يضغطوا عليك. هم ده اللي كان بيعملوا الهلال في المباراه الاولى، هو اللي كان بيضغطهم، يقطعوا الكوره، هم اللي يخلقوا مواقف خطيره كثيره ما قدروا يستغلوها في الشوط الاول. طيب الهلال متعود يضغطهم بستة. شفنا الكوره جمنا هدف الهلال في المباراه الاولى، انس استلم الكوره ولعبها للظهير الايسر طوالي للباك الشمال. لا هنا بالعكس، ابدا ما فكروا. شايف منير شويعر واقف ورا الستة بتاع الهلال وموسوي بيقول له العبها له، بيلعبها له، وكانوا بينقلوا الكوره. ابدا ما فكر الحارس بتاعهم انه عارفين الهلال حيضغطهم بستة لعيبه، لا طوال كوره طويله وهم عندهم اللعيبه الطوال. فكروا جدا. منير الشويعر نجم المباراه كان هو بينزل، يعني شوف الهلال بيضغط بستة، الحارس ابدا ما حاول يلعب قريب، طوالي بيشيل الكرة بيده وبيشوف منير الشويعر وين وبيلعب له الكرة طويلة. هنا بيطلع له كرشوم، لكن مشكلة الهلال كانت بعد ما يقطع الكرة، هنا بعد ما يستلم الكرة هم هنا حيضغطوا عليك. كان ممكن يمرر لكوليبالي، لعبة للوزولو اتقطعت، وتاني فرصة 4-3. كانت استراتيجية بركان في المباراة دي أحسن كتير، وقروا الهلال بطريقة أفضل كتير، بس هم ما كانوا قادرين يستغلوا المواقف الكتيرة اللي بتتهيأ لهم. في النهاية كان واحدة منها لازم حيسجلوا الهدف. مع مرور الوقت والشوط الثاني الهلال بدأت تتفتح المساحات ولقى طريقة. بنشوف فريد هنا يدي كوليبالي، هنا بتظهر خطورة الهلال لما الكرة تصل عند الأجنحة السريعين كوليبالي وجان كلود. دي الكرة اجتهد فيها جدا كوليبالي وسدد وسجل الهدف، اتلغى بسبب الفار والعودة إلى ركلة الجزاء. فهنا لما الملعب فتح شفنا الهلال لما يقدر يوصل الكرة لجان كلود وكوليبالي، هنا كانت بتظهر الخطورة بالنسبة للهلال. واحنا عارفين دول الاثنين اللعيبة المهاريين اللي بينقلوا الفريق وبيصنعوا الخطورة. لكن ده بالنسبة للهلال كانت المشكلة انه هو ما كان قادر ل 60 دقيقة انه يوصل الكرة لاثنين اللي بيصنعوا له خطورة، ودي فرص بالنسبة للهلال. وكورة ما اعرف اتلغت حسبت فاول، وهل الفاول جا منه هدف نهضة بركان مفاجأة. تعال نشوف فاول في الدقيقة 53، كرة اتحسبت فاول على عبد الرؤوف. اللعيبة محتاجين، عندك وقت كافي انه اللعيبة يجيفوا صح، وفاول في وسط الملعب بالنسبة للفريق وانت متقدم. شو الفاول بيتلعب 2-1 على ايرينج، بيمشي للاول، الكرة بتتلعب وبترجع في ظهره. صح هو المفروض يتدخل كده، لكن اصلا ما المفروض يكون براو مع 2 لعيبة، ودي الكرة جات منها ضرب جزاء. طيب الدقيقة 80 رمي التماس سهلة. هنا مفروض والدين يرجع يمسك اللاعب يجيف مع ماديكي في نفس الخط، خليه يرجع لورا. لا في النهايه اللاعب بيستلم بهدوء لحد ما والدين جاء وبرضه مديه مساحه كبيره. هناك اللاعب قطع في ظهر الدفاع، ما واقفين التسلل صح، والكره دي كلها كانت مؤشرات لانه اي كره ثابته ممكن يجي منها هدف. والكره بتتلعب وفريد باعجوبه انقذ المرمى من مسافه قريبه، تسديده قويه. نيجي الدقيقه 91
نفس الحكايه، الفاول بيتلعب، اللاعب حر تماما. بتشوف الاثنين الوسط مديكي ماسكه اللاعبين، بيطلع للاول بيخلي الثاني بيمشي له والد الدين متاخر وبيسدد منير وبيسجل هدف. نشوف الهدف من الاول جه كيف. دقيقه 91 كوليبالي جاري بالكوره والهلال فضل له 6 دقائق ويتاهل. كره بتطلع رميه تماس للهلال، انت بتقول خلاص المباراه انتهت. الدقيقه 91 ورميه تماس، حيبطئوا الكوره بيجي بسرعه قمر الدين بيشيل الكوره ولسه بيقول لهم افتحوا لقدام. انت ما محتاج، خلاص المباراه انتهت بالنسبه لك. الكوره بتتلعب لكوليبالي قدام، بدل ما يرجعها للارتكاز يرجعها للدفاع يمسكوا الكوره، لا، كوليبالي بتتلعب له وسط 3 بتتقطع منه وبتبقى رميه تماس على الهلال. اوكي ما في مشكله، حنرجع كلنا حنقفل، اصلا فضل دقائق والمباراه تنتهي. لا، لسه دايرين يطلعوا، لسه عاوزين يضغطوا فوق والكوره بتتلعب، ولسه الهلال عنده 7 لعيبه في ملعب الخصم. كرة بتتلعب عالية. هنا الضيوف 1 على 1 ومديكي معاه اللاعب الثاني، الضيوف بيفقد الاولى، مديكي بيخلي اللاعب يمشي، في النهايه بتعامل فاول. انت ما بتعمل فاول في الدقيقه 92، لانه الفريق الخصم حيطلع لك لعيبته كلهم قدام وهيعملوا عليك كرة عالية لانه ما عنده حاجه يخسروها. قارن بعد ما جاء هدف الهلال، شوف الدقيقه 95 كرة هيمسكها كرشوم، عمل معاه فاول المهاجم النيجيري وابى يخليه يلعبها كله واقف، هو اللي ماسك الكوره، هو اللي بيضيع الزمن لحد ما فريقه كله يجيف، لحد ما يترصوا صح. شوف برضه المدرب مصر عليه وما تخليه يلعبوا، ما تخليه بس اقيف قدامه اقيف، والمساعد المدرب بيقول لهم ارجعوا ترصوا كلكم اقيفوا. ده الفرق في العقليه بينه وبين فرق شمال افريقيا. شوف هم واقفين كيف، مرصوصين كيف، اخروا الزمن كلهم واقفين، المدافعين واقفين، الارتكازات واقفين، ما حيدوك يعني فرصه. تشوف عكس الفاول اللي جا منه ركله الجزاء بالنسبه للهلال في نفس المكان تقريبا، الهلال كان ايرنج 2 على 1، لا شوف هم هنا كلهم واقفين صح، ما بيدوا اي فرصه بالنسبه للهلال. الفريق كله موجود في مكانه، حيقطعوا الكوره، وبالعكس هم اللي حيمشوا وحيقطعوا الكوره ويحاولوا يعملوا هجمه مرتده. هنا اللاعب عنده الكوره، حصلها ما حصلها ما بيخلي يرين يلعبها، حيضربه ويعطل الكوره. الفريق كله واقف. شوف الفرق بين الهلال لما هو متقدم والفرق بين نهضه بركان، كل الفريق واقف صح، ما بيخلوك لحد ما يمسكوا الكوره. وده